هاي عالسلاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم عم بتشوفوا فيديو اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان. اليوم رح اعمل فيديو انه رح احكي باللهجة السورية. فان شاء الله يعجبكم الفيديو. اول شي اسفة لانه غبت عليكم يومين او 3 يمكن. المهم، فكتير اسفة على الغياب، بس اليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم شوي سبيشل، لانه اول شي رح احكي باللهجة السورية. تاني شي لأنه قربنا نوصل ل 300 مشترك، فلسه بس باقي 40 مشترك أو 42 مشترك. صراحة أنا شوي زعلانة منكم، لأنه يعني بالبداية إنه قربنا نوصل لل 260، وصلنا 260 مشترك، بس بعدين صرنا 258، فاثنين منكم شالوا السبسكرايب، ما بعرف ليه. المهم، فاليوم رح أعرف عن حالي كمان باللهجة السورية ما غلطت. فالصراحة آسفة إذا مثلا غلطت أو هيك شي، لأنه بحس إنه اللهجة السورية مش هيك. المهم يعني بتشبه كتير لهجات، فهمتوا؟ يعني الأردنية، اللبنانية، الأردنية، كتير يعني لهجات. بحس إنه أنا بالنسبة إلي كلهم يعني زي بعضهم، بس أكيد هن مش نفس الشيء. المهم، فرح أعرف عن حالي وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. فقبل ما تكملوا الفيديو ما تنسوا تشتركوا في القناة، وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتكتبوا لي تعليق حلو مثلكم. فآسفة كمان لو يعني حكيت شغلات غلط أو هيك شي، فصححوا لي بالتعليقات. المهم، تعليقات اوكي. خلونا نبلش. في مفاجأة، فبآخر الفيديو راح غني أغنية باللهجة السورية. فالمهم، خلونا نبلش. أول شي أنا اسمي مرام من تونس، عمري 15 سنة. صراحة أنا بحب كتير اليوتيوب، بحب صور، بحب إنه ما بعرف، حس إنه أنا لما هيك يكون قدامي في كاميرا إنه بحس بشعور كتير حلو. فالصراحة ليك إنه هذا الشي بخليني أكمل الصراحة. فالصراحة أنا يعني ما بعرف شو بدي أحكي، يعني شو بدكم تعرفوا. إنه مثلا لوني المفضل، في متابعة سألتني مرة شو لونك المفضل، فلوني المفضل هو الأزرق الفاتح. صراحة أزرق فاتح، أزرق think هيك بتنقال بالسوري، أزرق فاتح. صراحة يعني ما بعرف شو بدي لكم، شو بدي أعرف، شو بدي أقول. فالمهم يعني رح أقول إنه شغلات أساسية. فأنا عمري 15 سنة مثل ما شفتوا، مثل ما قلت لكم يعني. من تونس. يعني فينا نقول صانعة محتوى، بس انه لسه يعني بالبداية. ان شاء الله بعدين يعني بتكبر قناتي اكتر، وان شاء الله بصير عندي متابعين اكتر. الصراحة ما بعرف اذا يعني شو بدي احكي. صراحة كأنه متوتر، كأنه اول مرة. يعني انا الصراحة بهيك فيديوهات انه بدي اعرف وهيك ما بحس انه ما بركز كتير، لانه في كتير شغلات يعني رح احكيها وهيك. فمثلا اكلتي المفضلة، يعني انا اساسا عملت فيديو قبل انه هو جاوبت على اسئلتكم. فاذا بدكم تفهموا اكتر روحوا شوفوا هداك الفيديو، لانه انا مبين انه هذا الفيديو انه ما راح احكي شيء مهم الصراحة. صراحة شو مثلا، خلونا نحكي عن هواياتي. اوكي، انا بحب غني، اكيد يعني لاحظتوا من الفيديوهات السابقة انه انا كتير بحب غني. بحب اطبخ كمان لاحظتوا اكيد. فبحس انه هاي القناة انا عم بشارك هواياتي. صراحة يعني ما بعرف ليش عم بحكي كتير صراحة. المهم، بالنسبة لليوتيوبرز المفضلين عندي الصراحة، الصراحة اوكي ما راح اقول صراحة. بالنسبة لليوتيوبرز المفضلين عندي كتير بحب نور ستارز، اكيد روان داش، ما بعرف اذا يعني اكيد بتعرفوهم اكيد. غيث مروان كمان. يعني تقريبا كل اليوتيوبرز يعني المشاهير بحبهم. بالنسبة لليوتيوب الأجنبي الصراحة أنا ما بشوف كتير، ما بتفرج كتير على اليوتيوب الأجنبي. فاليوتيوبر الوحيد الأجنبي اللي أنا بتابعه هو مستر بيست. صراحة فيديوهاته بتجنن، كتير بحبه. فيمكن يجي يوم ونصير مثل مستر بيست. هي الصراحة صعبة شوي، بس المهم. أنا يعني بالعيلة نحن 5، أمي وأبي، وفي عندي أنا أكبر وحدة، وأخي صغير
لسه راح يفوت أول سنة على المدرسة، والتاني كمان هو يعني أصغر مني بس ب3 سنين. بالنسبة لأكلتي المفضلة، أوكي، بالنسبة للأكلات التونسية الصراحة كتير كتير بحب المعكرونة التونسية، أكيد كسكسي اللي هو يعني أكلة معروفة. بالنسبة للفاست فود أنا الصراحة بحب بيتزا، أكيد المقلوب هاد مثل زي ساندويتش هيك، مثل البيتزا بالضبط، بس بيحطوا فوقه يعني شاورما، سكالوب. ما بعرف إذا بالسوري إنه في سوريا موجود الشاورما، بعرف إنه موجود شاورما في سوريا، بس السكالوب هو زي إنه مثل الدجاج، بس هو إنه مقطع وبينطبخ، فهمتوا؟ فالمهم ما بعرف شو بدي احكي، اذا بدكم تعرفوا شي اكتبولي بالتعليقات. صراحة هذا الفيديو يعني فينا نقول انه شوي عشوائي لانه غبت عليكم، فحبيت اعمل فيديو. كتير متابعيني طلبوا مني انه احكي سوري فحكيت. هلا اجا وقت الاغنية، رح غني اغنية يا حلو. فصراحة هي الاغنية كتير بحبها، ما بعرف اذا هي سورية او لا، بس حسب الكلمات انا بحس انها سورية، فاذا مو سورية انا اسفة. المهم رح غني. يا حلو اللي شو عامل فيه، حتى الغلط عم بقبله، عم بنغرم بعيونك والله بيقتلوا، كل ما غبت عني بشتاق، يا غايب غايب انا قلبي دايب، عم فكر فيك وخايف نبعد اكتر وتغيب، ما همي هالدنيا اخر همي. المهم كات. فالمهم غنيت شوي، ما بعرف اذا صوتي منيح ولا لا، لانه انا لساتني الصراحه مريضه، فما بعرف اذا صوتي كيف طالع بالكاميرا. صراحة ما بعرف شو بدي احكي. المهم هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا في القناة. بحبكم كتير، بشوفكم الفيديو الجاي، باي.